فيلمنا بيبدأ في المستقبل مع جاك ليمبرت السياسي بعد خسارته في الانتخابات السياسية اللي كان مترشح لها، واللي بيقترح على زوجته الجميلة ماجي إنهم يروحوا أجازة في الريف لبيت باباه لفترة. وبيوصلوا البيت وبيكون مش مترتب من وقت وفاة باباه تقريبا، وبيحس جاك وقتها براحة غريبة في البيت اللي مش منظم على عكس مراته ماجي اللي بتحب النظام جدا. وبيلاقي جاك كل حاجة في البيت زي ما سابها من وقت ما كان مراهق، واللي بتبقى كل حاجة بتقنية متطورة جدا. وبيلاقي جاك صورة وهو صغير مع حبيبته القديمة إليز، واللي بتكون في برواز إلكتروني. وبتشوفه ماجي وبتسأله عن اللي معاه، وبتقوله إنها لطيفة جدا، وبتطلع عارفة إنها راحت في رحلة المستعمرة في الفضاء من 20 سنة وما رجعتش لحد دلوقتي. وبيطلعوا للطريق حوالين البيت علشان يرتبوا المكان ويوصلوا الكهرباء، ولكن ما بيعرفوش يعملوا حاجة. وبيقول لها لازم يستنوا باتريس صديقه من الطفولة واللي هيكون جاي بكرة علشان يساعدهم في ترتيب أمور البيت دي كلها. وفي الليل بيقضي جاك ومراته وقت حلو ورومانسي، وبتكون طول الوقت بتحاول إنها تخليه ما يفكرش في خسارته في الانتخابات. وفي تاني يوم بيروحوا للسوبر ماركت وبيسيب جاك مراته اللحظات وبيروح علشان يشتري خمرة. فبيتصدم وقتها إنه شايف إليز حبيبته القديمة قدامه، وكمان شايفها في نفس عمرها اللي سابته فيه. وبيراقبها جاك وهو مش مصدق لحد ما بتخبط فيه ولكن ما بتعرفوش وبتمشي. وبيبقى جاك حاسس نفسه في حلم مش حقيقة لحد ما بيرجع يقرا المقالات عن سفر إليز للفضاء من 20 سنة. ولكن بتيجي مراته وصاحبه باتريس وما بيكملش لأنه بيبقى ليه سنين ما شافهوش. ولكن أول ما مراته بتبعد عنهم بيقوله إنه شاف حبيبته السابقة إليز، وبيبقى صاحبه عارف اللي حصل معاها وإنها قضت 20 سنة من حياتها نايمة في الفضاء. وبيقول لصاحبه إن ده طبيعي ما تتغيرش أو تكبر في العمر بسبب سرعة الضوء والثبات الشتوي اللي بيعملوه، وإن محدش بيكبر في السن في السفر بالزمن. وبيكون جاك عارف لأن باباه شارك في البرنامج ده أصلا، بس بيبقى مستغرب إن هي ليه رجعت وبعد 20 سنة كاملين. وبيفضل جاك يتكلم طول الوقت مع باتريس عنها وبيسأله يا ترى هي عايشة فين وبتعمل إيه وإنه لازم يقابلها. ولكن باتريس بينصحه وبيقوله إن هي عندها 18 سنة بس، لأن ال 20 سنة دول مروا عليها كأنهم شهرين، وإن هو أصلا مش هيلاقي أي حاجة يقولها لها لأنه بالنسبة لها بقى شخص غريب غير حبيبها اللي عنده 20 سنة. وبيقضي جاك كل وقته ويفكر في إليز وهو ماسك عملة معدنية في إيده، وبيفضل مراقبها طول الوقت ولكن ما بيقدرش إنه يروح يشوفها ويتكلم معاها. وفي مرة بيروح عند بيتها وبيفكر إنه يكلمها ويفكرها بيه، ولكنه ما بيقدرش وبيفضل واقف عند بيتها وهو بيراقبها بس من بعيد. وفي تاني يوم بيبقى جاك بيجري مع زوجته ماجي وبيحكي لها عن الناس اللي بتسافر بالزمن، وإن ده لو حصل نادرا ما بيرجعوا ما عدا إليز اللي حصلت مشكلة غريبة معاها ورجعت بعد 20 سنة. وبتتصدم ماجي جدا وبيبقى خوف جاك إنها تغير إن حبيبته رجعت، ولكن صدمتها بتكون بانبساط لأن دي حاجة ما بتحصلش مع حد، وإنهم لازم يعزموها على العشاء لأنها إنسانة راجعة من الفضاء بعد 20 سنة من عمرها، وده حاجة مش عادية أو بتحصل كل يوم. وفي تاني يوم بيقضي جاك وقت طويل جدا وهو بيحاول يلبس لبس مناسب علشان يقابل بيه حبيبته القديمة المراهقة ويعزمها على العشاء. وبتكون إليز عايشة مع باباها المريض بسبب شربه كتير، وده لأنه كان في نفس الرحلة معاها ولكنه اكتئب بعد ما رجع وعلشان كده بقى بيلجأ للشرب كتير. وبيوصل جاك لبيت إليز وهو لابس بدلته عادي كرجل سياسي، ولكن بقلبه ملامح شاب مراهق رايح يقابل أول حب في حياته بعد كل السنين دي. وأول ما إليز بتفتح له الباب ويتكلم معاها بتحضنه لأنها بتكون عارفة إنه حبيبها جاك، وبتقوله إنه فعلا كبر في السن وبان عليه ال 20 سنة، وإن هي قدرت تحس إن هو من وقت ما شافته في الماركت. وبيديها جاك علبة وقعت منها في السوبر ماركت وبيقول لها إنه اشتراها لها، فبتقول له إليز إنها أصلا بتشتغل هناك وما كانتش بتاعتها. وبيطلب منها إنها تيجي على العشاء وبيقول لها إن زوجته معاه وإنه اتجوز من 5 سنين بس وهو وزوجته حابين تيجي هي وباباها. وبيبان على إليز إنها اتضايقت لما عرفت إنه اتجوز، وبتبقى مش عارفة تحدد المفروض تحس بإيه تجاهه وهو ما بقاش في نفس السن ولا نفس الشخص اللي كانت عارفاه من 20 سنة اللي هما بالنسبة لها شهرين. وقبل العشاء بيجي لجاك اتصال من صديق ماجي وبيقول لهم إن المرشحين لمنصب المحافظ واحد منهم عنده مشاكل صحية والتاني مش عنده نفس الشعبية وحب الناس اللي عند جاك. وساعتها بتشوف ماجي إن دي فرصته فعلا إنه يرجع للانتخابات مرة تانية بس كمحافظ، وبيحاولوا يقنعوه إنه لازم يترشح للمنصب ده. وبتوصل إليز للعشاء ومعاها باباها هانك وبترحب بيها ماجي بحرارة وبتعبر لها عن إعجابها بتجربتها جدا، واللي في نفس الوقت بيبان على هانك قد إيه دي كانت أسوأ تجارب حياته واللي بسببها مكتئب لأنه رجع لقى كل حاجة اتقدمت 20 سنة إلا هو. وفي وسط الكلام بتسألهم ماجي إزاي جاك وإليز اتقابلوا، وبيديها جاك إنه مش فاكر، فبتحكي لهم إليز إن أول مرة اتقابلوا فيها كانت في السينما، وأثناء ما كانت بتحجز تذكرة وقعت منها فلوسها فبسرعة اداها لها جاك ولكنه فضل محتفظ بعملة معدنية منهم. وبيكمل لها جاك كلامها وبيبان عليه إنه مبسوط، وبتاخد بالها ماجي إن دي نفس العملة اللي دايما مع جاك
محتفظ بيها من 20 سنة، فبتبدأ إنها تتضايق وتغير. وبيجي دور إليس فبتسألها إزاي هي وجاك اتقابلوا، فبتقول لها ماجي إنهم اتقابلوا في بار وكانوا جعانين فطلعوا ياكلوا سوا، وبعد سنتين من اليوم ده حبوا بعض واتجوزوا. وبيبان إن ماجي شخصية عملية جدا وإن مش المشاعر هي اللي بتتحكم فيها. وبتقول لها ماجي إن العلاقات دايما بتتغير والمشاعر كمان بتتغير. وبتحكي إليز عن رحلتها وإنها كانت دايما نايمة ومش فاكرة غير لقطات بسيطة زي البرودة اللي كانت بتحسها على بشرتها أو التقل اللي على عينيها ودماغها، وفي نفس الوقت شعورها بإن جسمها طاير، وإن الشعور ده كان فيه سلام جدا وأمان زي اللي بيحسه الجنين وهو في رحم الأم، وهو ده كان أقرب شعور ليها وهي في الفضاء، واللي بسببه كانت دايما بتحس إنها طفلة. ولما بيسألها جاك عن عمرها اللي راح وهي في الفضاء بتقوله إنها طبيعي ما تحسش بال20 سنة لأنها كانت في حالة وعي مختلفة، وإنها لما فتحت عينيها حست وقتها بشعور حلو جدا وهي شايفة الفضاء والنجوم والكواكب والغموض اللي في العالم الواسع ده كله اللي هي جزء منه. ولما بتسأل ماجي عن المستعمرات اللي كانوا مسافرين للفضاء علشان يعيشوا فيها بيقول لها هانك إن حصلت مشاكل كتير خلتهم ياخدوا العباقرة منهم بس علشان يعيشوا في المستعمرات دي ورجعوا الباقي اللي هو منهم، ولما رجع ما بقاش لاقي أصدقائه اللي كلهم بقوا أكبر منه ب20 سنة وما عندوش وظيفة، وكمان صحته مش زي الأول واتأثرت. وبعد العشاء بيطلب جاك من باتريس إنه يخلي هانك يشتغل معاه في ترتيب أمور البيت لأنه مش لاقي شغل ويمكن ده يساعده يقلل شربه شوية. وفي المطبخ بتحاول ماجي إنها تتعالى على إليز وبتحسسها إنها في وضع أحسن منها، ورغم إن لو ما كانتش إليز سافرت للفضاء كانوا المفروض دلوقتي إنهم قد بعض في السن. ولكن ماجي بتتقمص برضه دور الشخص الأكبر كزوجة لراجل سياسي ومحامية ناجحة في شغلها، وبتوجه نصايح لإليز إن لازم يكون عندها خطة وتعرف هي عايزة تعمل إيه في حياتها وتتعلم من أخطاء اللي حواليها وما تكررهاش. وقبل ما ماجي تخرج من المطبخ بالشاي بتعلق على الفستان إنه حلو بس ما تكترش ميك اب علشان تلفت نظر وده مش حلو، فبتزعل إليز جدا وبتدخل تمسح مكياجها في الحمام وبتبقى مش عارفة ازاي تحس أو تتعامل مع جاك وماجي مراته. ولما بتخرج بتكون شافت معدات تجديف جاك وبتسأله لو لسه بيجدف، وبيبان على ماجي إنها فعلا بدأت تتضايق، وده غير إن إليز عارفة حاجات عن جوزها هي نفسها ما تعرفهاش. وبتقترح إليز وباتريس على جاك إنهم بكرة ينزلوا المية، وبتوافق ماجي رغم تردد جاك نفسه وبتقول لهم يجوا بكرة وينزلوا البحيرة. وتاني يوم بيتجمعوا فعلا وبيحاولوا التجديف في البحيرة، وبيكون جاك مش قادر يتزن ونسى خالص ازاي ممكن يعمل ده، وبتقول له إليز انه دايما ما كانش بيعرف اصلا يتزن. وبيتكلموا عن باباه وعن انه كان مقاطعه بسبب شغله والمشروع اللي هو شارك فيه، ولكن بعد ما مات اتمنى لو ما كانش قطعه وغاب عنه كل السنين دي، ولكن حياته كانت دايما سريعة وما كانش عنده وقت كافي لأي حد أو أي حاجة تانية. وبيبقى باتريس وماجي على الشط بيتكلموا عن جاك، وبيقول لها باتريس انه مش متخيل صاحبه يبقى محافظ بالسرعة دي، وده لأنه عارف ان صاحبه ميال أكتر للحياة بحرية وبعيد تماما عن الحياة السياسية، وانه لازم ياخد وقته في التفكير أكتر من كده. ولكن بتقول له ماجي ان ده من ضمن خطتهم اللي اشتغلوا عليها لسنين علشان يكون جاك رجل سياسي، وانه لازم يفكر اكيد في مستقبله ومش في ماضيه الغريب. وبتبقى ماجي بتتعامل بتعالي جدا مع باتريس صديق جاك من سنين، واللي بتقول له يقوم يكمل شغل في امور البيت افضل. وبيكون باين من كلام ماجي طول الوقت قد ايه هي شخصيه عمليه وليها دور كبير مسيطره بيه على حياه جاك ونجاحه المهني. وبيتكلم جاك مع إليز عن قد ايه اختفائها اثر عليه وبقى شخص تاني وبقى عايش حياه تانيه واتجوز، وحتى شغله بقى راجل سياسي مع انه ما بيحبش النظام. فبتساله إليز قد ايه هو اخد وقت على ما نساها، وبيقول لها جاك انه تقريبا سنه، وده لانه فقد الامل انها ترجع لان اغلب اللي بيسافروا للفضاء غالبا ما بيرجعوش. وبيبان على إليز انها مش قادره تتحكم في مشاعرها اللي بالنسبه لها كانها فات عليها شهرين بس، وبتزعل جدا انه نسيها بعد سنه من غيابها وكمان اتجوز واحده غيرها. وعلى الرغم من زعلها بتحاول انها تداري على قد ما تقدر لحد ما بتمشي وبتسيبه. وبتبقى ماجي بتضغط جدا على جاك علشان يترشح لمنصب المحافظ، ولكنه بيفضل طول الوقت مشتت مش عارف ينام ولا يفكر. وبعد ايام بيجيله باتريس وإليز واللي بيعرضوا عليه يجي معاهم ويسهروا، وبيقول لهم جاك انه بيستعد للمقابله بكره، ولكن ما بيقدرش يقاوم وبيروح يسهر معاهم من غير ما ماجي تحس بيه. وفي المكان اللي بيروحوا يسهروا فيه بيشوفهم مراهق اسمه تيري، وبيكون عارف جاك وبيحبه جدا وبيخلي صاحبته تصورهم سوا، وبيعرض تيري على إليز انهم يسهروا سوا كلهم بما انه شايفها في نفس سنهم. ولكن بتقوم إليز وبتاخد جاك بعيد وبتقوله انها اتعودت على ده من المراهقين، ولما بتيجي اغنيه كانوا بيحبوها زمان بيروحوا يرقصوا عليها وبيتبسطوا جدا بوقتهم اللي بيقضوه مع بعض زي ما كانوا متعودين من 20 سنه. وبيكملوا باقي السهر على شط البحيره مع تيري واصحابه، وبيبقى جاك فرحان جدا لدرجه انه بينسى انه راجل سياسي، وبيدخن جاك حشيش وبيسهروا طول الليل وهما بيتكلموا عن قد ايه هو اتغير وبقى
دايما بيخاف من رأي الناس فيه وشكله قدامهم، لدرجة انه بقى بيعمل اللي بيرضي الناس على حساب حياته وحريته. وبيقوموا يتمشوا سوا، وبتقوله إليز ان كل اصحابهم اللي قابلتهم بعد 20 سنة بيقولوا نفس كلامهم، مشتتين واحلامهم وطموحاتهم اتغيرت، لكنها مستغربة ان هو بالذات يكون حاسس كده. فبيقول لها جاك ان دي طبيعة المرحلة العمرية، وان المسؤولية اللي بيتحملوها في الفترة دي هي اللي بتغيرهم لناس تانيين ما بيعرفوش حتى يتبسطوا او يضحكوا من قلوبهم احيانا. وبتكمل كلامها إليز وبتقول ان هي عارفاه كويس، وعارفة ايه اللي بيخليه ما بيعرفش يتبسط ويكون متغير ومنهك بالشكل ده عن لما كانت تعرفه زمان، وانها مش صغيرة هي حاسة بيه، رغم انها بقت محصورة في فئة عمرية هي اكبر منها بكتير جدا، وانها مش مبسوطة وهي مش عارفة حتى تعبر عن مشاعرها ليه او لاي حد كانت تعرفه في حياتها، لانهم سبقوها بكتير في حياتهم على الارض وكل حاجة اتغيرت تقريبا. ولكن ساعتها بيطلع جاك العملة المعدنية بتاعتها من 20 سنة، وبيقول لها ان مش كل حاجة اتغيرت حواليها. وبتقرر إليز انها تعترف له انها لسه بتحبه وبتحاول تقرب منه، ولكن جاك بيرتبك وبيحس بالذنب ناحية مراته، وبيعتذر لها جدا وبيقول لها انه لازم يمشي. ولما بيرجع البيت بيحضن ماجي مراته جدا وبيقول لها انه بيحبها. وتاني يوم بيعمل اول مقابلة ليه كمرشح لمنصب محافظ، وبتبقى ماجي طول الوقت مبسوطة وفخورة بيه جدا، لحد ما المذيعة بتعرض ليه فيديو متسرب من ليلة سهرته مع إليز والمراهقين، وبتقول له ازاي هيترشح لمنصب سياسي وهو ليه غلطة زي دي. فبيقول لها جاك انه كان في اجازة، وان ده حقه الطبيعي كإنسان طبيعي جدا مرشح نفسه لمنصب سياسي، وانه مش هيعمل زي باقي السياسيين اللي بيتظاهروا انهم عايشين حياتهم كروبوت، وانه مش هيعيش حياة غير حياته بالشكل الطبيعي اللي حابب انه يعيشها. وبيقوم وبيسيب المقابلة وبيمشي، وبتنفعل ماجي جدا عليه بسبب انه ضيع مجهود سنين بسبب تهوره. فبيقول لها ان هي اللي اجبرته اصلا انه يعمل المقابلة، وهو ما كانش اصلا عايز انه يترشح للمنصب ده. وبتلومه ماجي على اللي عمله وانه ضيع تعبها معاه، وبتزعل منه بسبب احتفاظه بالعملة المعدنية طول السنين دي وكذبوا عليها بانها بتجيب الحظ، وانها في الحقيقة كانت لحبيبته إليز اللي ما نساهاش طول 20 سنة. وبتقوله انها حاولت كتير تخليه يحبها، لكن ده ما حصلش رغم كل اللي هي عملته معاه، وانها عارفة انه لسه بيحب إليز. وبيحاول جاك انه يقول لها انها كانت مجرد سهرة مع اصحابه واجازة عادية، ولكن ماجي ما بتصدقهوش وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بيطلع جاك مع صاحبه باتريس اللي بيقوله انه حذره يروح ويشوف إليز وما سمعش كلامه. وبيحاول جاك يوصله انها خناقة عادية مع مراته، وان عادي الحياة بتتغير وهو اتغير وكبر. ولكن بعد شوية بيعترف له انه لسه بيحب إليز وانه فعلا في مشكلة. ولما بيقعدوا يتكلموا بيقوله باتريس انه لو عايز إليز في حياته فهو هيخسر كتير وهيبدأ تاني حياته من الاول، وان حتى شغله ومنصبه وحياته كلها هتتأثر. وساعتها بيقول له جاك انه اصلا مش حاسس انه بيوصل لحاجة في شغله، لانه كان طول الوقت ده اختيار ماجي ليه مش اختياره هو، وانه طول الوقت حاسس انه في لعبة وبينتقل فيها من مستوى لمستوى كل ما ينجح، وانه لازم ينتقل للمستوى اللي بعده. ده غير ان الحياة السياسية بتجرده تماما من العواطف والمشاعر زي اللي كان نفسه يعيشها من زمان، وانه مش هيقدر برضه يكون مع إليز لان اكيد القرار مش هيكون بالبساطة والسرعة دي بالنسبة له، لان مشكلته الحقيقية مش في حبه ليها، لكن انما هو اللي تايه في حياته من زمان وما خدش قرار بنفسه او عمل حاجة علشان عايز يعملها، وانه دايما وراه حد بيقول له يعمل ايه او يتصرف ازاي. وفي النهاية بيقول له جاك انه هيرجع البيت وهيحاول يصالح ماجي اكيد ويفكر تاني في حياته. ولما بيرجع بيستغرب لما بيلاقي ماجي لما شنطهم ومقررة انهم يرجعوا بيتهم بكرة، وبيقول لها جاك انه غلط وما كانش ينفع فعلا انه يطلع بره مسار حياتهم سوا وفجأة يرجع لحياته القديمة، وانه بيحبها ومقدر اللي هي عملته علشانه. ولكن بيتفاجئ ان ماجي مش مهتمة وبتقول له انهم لازم يرجعوا بكرة لان الانترفيو بتاعه الناس حبته جدا وبيتكلموا عنه في كل مكان، وان كمان ممكن بعد سنة او 2 من حياته يبقى مرشح للرئاسة وهيكون عنده مقابلة في التلفزيون، وانها اكيد مش زعلانة منه لان ده طبيعي يحصل معاه كشخص عنده مشاعر مادام هو مقرر هيكمل حياته ازاي. وبيروح جاك لإليز علشان يودعها قبل سفره، وبيقول لها انه اسف على كل اللي حصل معاها، وانه كان بيتمنى لو ما سافرتش الفضاء وبقى ليهم فرصة سوا من 20 سنة. وبتقول له إليز انها رجعت ويقدروا يعملوا فرصة تانية، ولكن جاك بيعتذر لها وبيقول لها ان عنده حياة ناجحة كاملة، وان هي مش بتحبه ولا هو بيحبها لانهم مش نفس الاشخاص من 20 سنة. وساعتها بتصدمه إليز لانها كانت من الناس اللي اتاخدت من المستعمرات في الفضاء، ولكنها وقتها بدلت اسمها مع اسم حد نازل الارض علشان بس تكون معاه، رغم انها كانت عارفة انه هيبقى اكبر منها ب20 سنة. وبتقوله ان هي فعلا بتحبه بدليل لما جت لها فرصة تكون معاه استغلتها ونزلت تدور عليه، ولكن فجأة بتوقف كلامها وبتعتذر له لانها كانت غلطانة انها اتصرفت كمراهقة بالشكل ده، وبتقوله يكمل حياته زي ما هي. ولما بتيجي تدخل بيشدها جاك علشان يتكلم معاها تاني، وبيشوفها هانك باباها
وبيطلع يضربه علشان يبعد عن بنته. وبعدها بيسافر جاك وماجي بالليل وبيسلموا البيت لواحدة عجبتها ماجي علشان تبيعه بسعر مناسب بعد ما التصريحات تخلص. وبعد 6 شهور بيكون جاك مكمل حياته بشكل طبيعي، وبتكون ماجي حريصة كالعادة على نجاحه وإنه يوصل لمنصب رئيس، وبيبقى عنده لقاء تلفزيوني ولكنه فجأة بيطلع وبيسيب المكان. وبتجيله ماجي علشان يوقع على عقد بيع البيت لأنها وافقت على سعر مناسب، ولكن فجأة جاك بيرفض وبيقول لها إنه مش عايز يكمل حياته بتعليماتها وأوامرها طول الوقت حتى لو ده هيخليه رئيس، وإن مش فعلا هي دي الحياة اللي هو عايزها أو مبسوط بيها. وبتسأله ماجي لو لسه بيفكر في إليز، ولكن جاك بيقول لها إن دي مشاكل حياته وبعيد عنها هي، وإن حتى علاقتهم قبل ما تظهر إليز كان دايما بيحس كأنها عقد تجاري ولازم إنها تخليه يكسب طول الوقت. وبينصحها جاك إنها لازم تسعى لتحقيق طموحها هي في نفسها مش فيه هو، وبيعترف لها إنه أخد كل الوقت ده من وقت الأجازة علشان يفكر كويس جدا في شكل حياته. وفي النهاية لقى إنه فعلا بقى شخص تاني غير اللي هو كان عايز يبقى عليه. وبيقرر يرجع جاك لمدينته من تاني وبيشتري ورد وبيروح لبيت إليز علشان يصالحها، ولكنه ما بيلاقيهاش وبيلاقي واحدة تانية بتقوله إنهم اشتروا البيت ده بعد موت صاحبه. وبيعرف جاك من باتريس إنها نقلت لمكان تاني بعد موت والدها، وبياخدوا باتريس يوصلوا لمكان شغلها، ولكنه ما بيدخلش وبيكتفي إنه يخلي باتريس يديها جواب كتبه لها وبيشوفها بس من بعيد، وبيكون بيقول لها فيه إنه فكر يرجع لها بعد ما عرف نفسه كويس وأخيرا قدر يقرر هو عايز إيه في حياته. ولكنه في نفس الوقت حس إنه هيبقى بيظلمها معاه لأن من حقها تعيش السنين اللي هو عاشها علشان تعرف هي كمان نفسها أكتر، لأن صعب تقرر وهي عندها 18 سنة، لأن هو نفسه اكتشف بعد 20 سنة من عمره إنه كان عايش حياته كلها غلط. وبيقول لها جاك إن في الوقت اللي هتكون بتقرا فيه الجواب هيكون هو في سفينة فضائية المستعمرة لمدة 5 سنين، وده لأنها تستحق إنه يجمد سنين أكتر من عمره علشانها، وإن عشان هو كمان يكون مر بتجربة جديدة في حياته، وإنه لو رجع ولقاها لسه بتحبه ساعتها هيستناها في أول مكان اتقابلوا فيه من 20 سنة، وساعتها هيكونوا لبعض. وبتعدي ال5 سنين وبيرجع جاك أخيرا وبيروح لأول مكان اتقابل فيه هو وإليز، ولكن مش بيلاقيها وبيفضل مستنيها لساعات طويلة جدا على أمل إنها تيجي، لحد ما فجأة بتجيله إليز وبيقدروا يكونوا مع بعض أخيرا من تاني وبيعيشوا حياة سعيدة محدش بيفرضها عليهم. الفيلم ده بصوت عبد الله طارق، وكتبت السكريبت دعاء جلال، واستنونا في فيلم جديد في الخلاط. يلا سلام.